سجلنا لها في جريده الميدان على شريط كاسيت انه بتقول الحج والطواف حوالين الكعبه امور وثنيه، وان الحجاب عاده عبوديه من اليهوديه والمسيحيه. يعني ده ليها فكرها ماشي، نحترمه. انما اللي حصل منها ده وده كلام مش من عندياتي، ده الدكتور نصر فريد واصل استمع للشريط وقال اذا كان هذا الشريط صادر عن نوال السعداوي فهي خرجت عن دائره الاسلام وتعتبر كافره. وقال الراجل اهو لو أصرت على أقوالها. أنا استمعت الأول، قال أنا استمعت. استمعت لحديثها المسجل قبل نشر وطلبت أن يكون منسوبا لصاحبته. أيوة. يعني هو ما كانش متأكد إن هو أيوة. منسوب ليها. وبعدين لما شافه قال لا لازم تستتاب. وإذا أصرت على أقوالها فهي كافرة. الكلام ده يعني أنا راجل بس بسيط. نوال السعداوي قالت إنها مستعدة للشهادة أمام النيابة ومناقشة أفكارها. لا ما فيش افكار في ايه، دي مش افكار، ده ثوابت دينيه، ده ايات قرانيه قطع الدلاله واللفظ. انا اكيد ما احطش نفسي في مكان ان انا بناقش في شيء. ايوه لما يجي ايه للذكر يعني اخر شطحاتها اللي خلتني قدمت فيها بلاغ برضو تاني للسيد المستشار النائب العام، عامله معاه حوار صحفي احدى الصحفيات في مجله اسمها الحلوه بتصدر عن مؤسسه الدستور، بتقول لها انت بتعترض على قل هو الله احد ليه؟ قالت لها لازم اعترض على قول هو الله احد. قالت لها ليه؟ قالت لها لان الله روح والروح مؤنث واللغه العربيه متعصبه للذكوره ويجب تغييرها الى قل هي الله احد، وبعد كده نحترمها كمفكره. ده كلام فاضي. واي حد يناصرها يبقى راجل مش مظبوط. نوال السعداوي ممنوعه من الدخول الى مصر؟ ما هي مش ممنوعه، هي راحت بروكسل وعامله شيء عشان تبقى شهيده الكلمه وعشان تقبض بالدولار واليورو. هي في امريكا على فكره. هي من بروكسل وامريكا وبتتنقل وبتقول لك انا بدي المحاضره ب 50 مش عارف $1000 في السنه ولا ايه.